لاني بجد حاسه كده ان في ناس من كتر ما هي نسيت الرجوله ونسيت معنى السند والظهر، بقوا عادي، بقوا بلا كرامه وشايفين انه عادي. صاحب المشكله لما كلمني كان بيتكلم وهو شايف انه صاحب حق، بيتكلم وهو شايف ان عايز اجابه تفيده. وكان سؤاله: انا سايب مراتي تشتغل، يا ترى اخد منها ربع المرتب ولا نص المرتب؟ فانا بقول له: ليه تاخد نص المرتب ولا ربع المرتب ليه؟ قال لي: عشان سايبها تشتغل. قلت له: ايوه، ايه يعني التفضل اللي انت تفضلت عليها بيه؟ قال لي: ايوه سايبها تشتغل، ده انا برجع الساعه 3 العصر وولادها بيكونوا رجعوا من المدرسه اللي هم ولاده، وهي بترجع الساعه 7 المغرب، في 4 ساعات انا قاعد فيهم داده قاعد للعيال، 4 ساعات انا ما بعملش حاجه وقاعد لوحدي. فمقابل ده انا قلت لها: هتديني لا نص المرتب لا ربع المرتب. هي معترضه على النص، ودلوقتي ان احنا بنتكلم انها هتديني الربع. بس انا مش عارف هو انا كده ابقى ظلمت نفسي؟ تخيلوا في بجاحه بالطريقه دي. لما قال لي كده انا اتجننت. قلت له: هو انت شايف انك لما سبتها تشتغل من حقك انك تشاركها في فلوسها؟ بيقول لي: اه. وبيحكي لي القصه، بيقول لي: انا عرفتها واتجوزنا عن حب، وهي كانت زميلتي في الجامعه، واحنا الاثنين خريجين نفس الكليه، هي اشتغلت وانا اشتغلت. المهم ان احنا الاثنين لما اشتغلنا انا مرتبي ما كانش احسن حاجه، هي كمان كانت ساعتها بتقبض زيي، لكن هي قعدت تقول لي: انا هوقف شغل وناويه ان انا احدث من نفسي واشتغل على نفسي. خدت كورسات وعملت دراسات وفعلا بقت احسن وتطورت في حاجات كتير. جالها فرصه شغل في شركه احسن كتير جدا من اللي كانت شغاله معايا فيها. اول ما جت قالت لي قلت لها: وماله، دي شركه اي حد يحلم يشتغل فيها. راحت اشتغلت، ثبتت نفسها، مرتبها طبعا بقى اضعاف مرتبي، وانا كل ده ما بتكلمش. قلت لها: ساعديني وخديني اشتغل معاكي في الشركه. قالت لي: وماله. خدت كل اوراقي، لكن بعد اسبوع رجعت تقول لي ان هم رفضوني وان هم بيقبلوا مواصفات معينه، المواصفات دي للاسف ما تنطبقش عليا. بيقول: انا ساعتها اتجننت، رحت معاها الشركه وابتديت كده ادعبس عشان اعرف هي وصلت لكام. عرفت ان مراتي وصلت مرتبها ل 22,000 جنيه، على الرغم ان انا بقبض 10,000 جنيه، يعني هي بتقبض زياده عني 12,000 جنيه. لحد هنا جميل. لكن انا قعدت افكر، هي بتاخد ال 22,000 جنيه لنفسها، بتساعد اهلها وبتجيب كل اللي نفسها فيه وبتجيب احلى لبس، ودخلت كمان جمعيات عشان عايزه تشتري عربيه وتروح بالعربيه وترجع بالعربيه، رغم ان الشركه بتبعت لها باص ياخدها من تحت البيت. وانا كل المرتب بجيبه باليمين، يا دوبك باخد مصاريفي وبديلها باقي الفلوس. هي بتحلف وبتقسم انها بتحط جزء من المرتب في البيت، وان الفلوس اللي بتبقى من مرتبي ما بتقضيش. لكن انا مش مقتنعه بالكلام ده خالص، وطول الوقت بتكلمني ان انا اللي مسؤول والقوامه عليا، وانا اللي المفروض اخد بالي، وانا اللي المفروض اصرف على العيال، وانا اللي المفروض ادخل ولادي مدارس معينه. طبعا انا في الاخر موظف، والفلوس اللي بتجيلي ما كفتش ادخل ولادي المدارس اللي هي بتطمح فيها. راحت هي قالت لي: مفيش مشكله، انا هساعد معاك في المدارس وهديك جزء كل اول شهر هشيله واقتطعه من مرتبي لمدارس العيال. قلت لها: تمام. وفضلنا ماشيين على كده. لكن في الفتره الاخيره الهانم بتكبر اكتر واكتر في شغلها، وبقت ترجع لي الساعه 7 و8 واحيانا بترجع 10 بالليل، وانا بخلص شغلي الساعه 3 العصر. برجع ولادي بيكونوا لسه راجعين من المدرسه، بفضل انا وهم قاعدين مع بعض، مفيش حاجه نعملها. الولاد بيجوعوا انا اللي بسخن لهم الاكل، الولاد بيعوزوا اي حاجه انا اللي بعملها لهم، وهي كل اللي عليها تكلمنا في التليفون: الولاد كلوا، الولاد خليهم يذاكروا، طب غيروا هدوم مدرستهم. انا ابتديت احس هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انت تطورتي وعماله تكبري وفلوسك زادت، وفي الاخر انا ما بغصبش عليكي في حاجه، وانت بتقنعيني انك بتحطي في البيت وانا مش مقتنع بالكلام ده. فقلت: لا بقى، يا اما بقى تقعد ويبقى انا اللي بشتغل بس وتقضي نفسها باللي بكسبه، وده حقي انا كراجل بشتغل وبعمل اللي عليا، فمفروض انها تقضي نفسها باللي انا بجيبه. يا اما لو هتشتغل يبقى في فلوس بجزء معين كده اخده. ما ينفعش ان انا ابقى مش فاهم هي بتدي ايه وما بتديش ايه. هي المدارس لو بتشترك فيها بتشترك فيها خلال فتره المدارس، لكن طول الاجازه ما بتحطش جنيه في البيت. فبيقول: انا قلت لها: بصي يا بنت الناس، انا مش داده، وانا مش مفروض ان انت تجي لنا الساعه 7 و8 مش شايفه قدامك، وانا اللي اكون شقيان وطالع عيني وحضرتك ولا في دماغك، وانا كمان زهقت من مسؤوليه العيال. فمقابل المسؤوليه دي انا شايف ان انا اخد نص مرتبك، احس ساعتها ان اللي انا بعمله
يعني انا ما بيضحكش عليا، وان اللي انا بعمله على الاقل بتجازى عليه، وفي نفس الوقت مستوانا المادي يبقى احسن، وفي نفس الوقت احس ان انا مش شقيه وتعبي كله رايح على البيت ده. ساعتها طبعا هو بيحكي ان هي قالت له ازاي يعني انت ازاي تقول لي حاجه زي كده؟ اصلا عايز تاخد نص مرتبي؟ يعني عايز تاخد مني 11000 جنيه؟ قال لها اه ده حقي، طالما سايبك تشتغلي ده حقي. من هنا لهنا وصلوا ان هو ياخد الربع. البيه مش مقتنع وبيقول ربع ايه؟ هتديني 5000 جنيه اعمل بيهم ايه؟ هي المفروض تديني نص المرتب، وساعتها يبقى انا اللي بقبض ضعف ما هي بتقبض، لان لما تديني النص هي اللي هترجع كده اكنها بتقبض ال 10000 جنيه اللي انا بقبضهم. هي قالت له لا نص كتير، وهو الربع. موافق موافق، مش موافق خلاص انا هكمل شغل. قال لها لا ما تكمليش شغل. وهنا بقت الخناقه. وبيتكلم بيقول لي انا بقول لمراتي كده اديني ربع نص مرتبك، لكن هي عايزه تديني الربع، وانا مش عايزه، مش عارفه اتصرف ازاي. انا بجد بقيت هصوت، قلت له وانت تاخد منها ليه اصلا؟ على فكره انا واثقه ان هو كان متضايق جدا من ردي، وكان شايف ان انا كست عنصريه، وقال لي كده. بيقول لي على فكره انت عشان انت واحده ست مش حاسه بيا، انت واقفه بس معاها كست، لكن انت مش شايفه فكره ان انا ارجع من البيت ما الاقيش المدام، ارجع انا اللي اشيل مسؤوليه البنات، ارجع انا اللي اقعد بيهم، ارجع انا اللي اكل واشرب. لكن حضرتك شايفه ان عادي هي بتثبت ذاتها وبتثبت نفسها وتروح تجيب ميك اب وتروح تجيب لبس وتساعد اخوها وتساعد اختها، لكن تساعدني انا وتساعد ولادها لا. قلت له طب ما هي بتساعدك في المصاريف بتاعت بناتك، مع ان ده مش اجبار، ورغم ذلك تفضلت وعملت ده عشان عايزه تحسن من مستوى بناتها، ما هي بتساعد في مصاريف البيت. يقول لي لا احنا نحط النقط على الحروف ويبقى في مبلغ ثابت. شفتوا بجاحه اكتر من كده؟ شفتوا بجاحه اكتر من كده؟ طب عايزه اقول لكم في زي اخينا ده كتير جدا، ده بجح واتكلم وقال. في زيه كتير جدا بس في الصمت ما بيقولوش، هما بينفذوا. هتشتغلي المقابل هتجيبي ايه؟ انا جبت اللحوم انت جيبي الفاكهه والجبن، انا جبت الصبح الفطار انت جيبي الغدا، انا اهلي جايين يلا اعزميهم. المشكله مش بتشتغلي. وفي رجاله كتيره جدا جدا شايفه نفسها ان من حقها بما اني سايبها تشتغل هاخد من مرتبها ولازم اعرف بتقبض كام. وفي رجاله بتخلي سنين مراتاتها سودة بجد حرفيا عشان انت بتخبي، ويفضل يفتش وراها ويمسك موبايلها ويعرف الباسورد عشان يدخل على الحساب بتاعها ولا يعرف بتقبض كام، مع ان ده مش من حقك، مش من حقك دينا وشرعا، مش من حقك انك تعرف مراتك بتقبض كام، ولا تبقى عينك على ذمتها الماليه. الست لازم يبقى ليها ذمه ماليه مستقله، ساعدت معاك كتر خيرها، ربنا يجازيها كل خير. ما ساعدتش مش بلوي الدراع ولا الاجبار. هو ايه اللي جرى يا جماعه؟ ليه بقى في لعب في الثوابت؟ هو مش الراجل كان راجل بمعنى الكلمه؟ مش الراجل كان بيبقى هو اللي عنده القوامه ويقول مراته عايزه ايه حبيبتي؟ وعايزه ايه حبيبتي بعد ما ياكلها ويشربها ويلبسها ويعالجها ويصيفها؟ مش كان بيحصل كل ده؟ ولو كمان عايزه حاجه رفاهيه يقول لها حبيبتي حاضر هحاول، والله انا هحاول الشهر الجاي اجيب لك اللي انت نفسك فيه. مش احنا كنا طالعين كده؟ يعني انا متهيألي انا اتربيت كده، انا اتربيت طلعت لقيت ابويا كده بيقول كده عايزين ايه ولو ما فيش امكانيه طب اصبروا عليا، لكن الحاجه ان شاء الله هجيبها لكم طالما حاجه مش عيب ولا غلط ولا حرام. ليه لعبنا في الثوابت؟ ليه بقت الرجاله بجحه او اشباه الرجال؟ ليه بقوا بجحين؟ يعني ممكن كان واحد يقول لمراته ايه معلش انا عارف اني هاجي عليكي بس انت عارفه الدنيا والظروف والغلا، حاولي تساعدي معايا او حاولي تقللي الدنيا شويه، او انا نفسي اعمل لكم كده بس ما باليد حيله، فيسيبها هي تحط. لكن احنا حاليا بقينا قدام جزء كبير جدا من الرجال عندهم بجاحه، بقى يطلب ويساوم ويجي يخطبها يبقى لسه جاي يتقدم وانت بتقبضي كام؟ طب احنا هنعمل ايه بقى مع بعض بعد الجواز؟ هتحطي مرتبك قدام مرتبي عشان نعيش كويس؟ تخيلوا ان في ناس بتعمل كده، وبقوا كتير على فكره مش قله قليله، دول بقى كتير حوالينا. وبقى يسال، ودلوقتي الام تقول له ايه يا واد خد اللي بتشتغل عشان تساندك وتقف جنبك عشان لو الدنيا مالت عليك هي تشيلك. ده الموضوع بقى ما بقاش لو الدنيا مالت عليك، ده من اول يوم هتحطي هحط، بقى زيك. ولما تيجي تتكلمي يقول لها انا مديك الجرين لاين، انا مديك الخط الاخضر انك تشتغلي كمان تتكلمي، ده انا اعمل لك اوبشن خطير. ايه اللي بيجرى؟ ليه بقى نلعب ليه بيتلعب في ثوابتنا؟ ليه بقى يحصل كده؟
فين الرجوله؟ فين الشهامه؟ فين الام اللي مربيه ابنها الا فلوس مراتك؟ اوعى تبص لمراتك في قرشها، اوعى تبص لمراتك في ورثها، اوعى تاخد حق ست غلبانه شقيانه تعبت وطلع عينها. فين الكلام ده؟ الامهات دي راحت فين؟ اللي تقول لابنها رزقك ربنا هيبارك لك فيه حتى لو قليل طول ما انت راجل وبتسعى. ما تغصبش مراتك، عايزه تساعد تساعد، لكن ما تروحش تجبرها انها تساعد. الناس دي راحت فين؟ اختفت. اختفت. وصلت البجاحه ان واحد بيكلمني يقول لي اخد الربع ولا النص عشان سايبها تشتغل. ايه قله الادب دي؟ تاخد الربع ولا النص؟ انت ما تاخدش حاجه خالص. انت مالكش انك تاخد اساسا. انت متجوزها وهي بتشتغل، متجوزها وهي عايزه تشتغل وحابه الشغل، وست اشتغلت على نفسها، طورت من نفسها، خدت كورسات. انت مالك؟ ولا دي غيره؟ طب ما تعمل زيها. يعني بدل ما تبص لمرتبها ما تروح تطور من نفسك وتاخد كورسات وتطور من نفسك للاحسن عشان تشتغل في شركه كويسه زي اللي هي فيها، فمرتبك من 10 يوصل ل 22. يعني حضرتك ليه قاعد لنا مستسلم وبتشغل مخك في الشر، بدل ما تقول انا هشتغل على نفسي عشان اوصل لمستواها وابقى زيها ويبقى في كده منافسه في النجاح؟ لا، انت عمال تفكر ازاي اوصل انا لل 22 وتبقى هي اللي بتقبض 10 11، فاخد منها، اخد نص المرتب. عشان كده اسمح لها وابقى ساعتها بقى قاعد لها بالعيال من غير ما اقعد اقدرها. انتوا عارفين بقى ساعتها لما ياخد الفلوس مش هيقعد بقى يشتكي ولا يتأفف ولا يقول لها العيال طلبت والعيال عملت والعيال كانت عايزه، لانه خلاص اتراضى نفسيا لما خد الفلوس. فساعتها يقول لها خلاص. غير كده بقى هو مش شايلها الهم. انت حضرتك مش موجوده، حضرتك سايبه البيت، انا اللي شايل، انا اللي طالع عيني، ويفضل كل يوم يسمعها في الاسطوانه عشان هي بتشتغل وبتتعب وبتشقى.